لك يا سمع، انا عايز اقول بحب كرة القدم بالانجلش، اقولها ازاي؟ Love I English معروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هل عمرك حصل معاك قبل كده انك جربت تتكلم باللغة الإنجليزية وحسيت انك مش عارف ترتب الجملة؟ أكيد حصل معاك. السبب في كده يا صديقي اننا بنخلط بين العربي والانجليزي من حيث ترتيب الجمله. في السلسله دي ان شاء الله هنعرف ازاي نرتب الجمله صح مع بعض. اول حاجه لازم نعرفها وهو السنتنس ستراكشر، يعني ترتيب الجمله. الجمله في اللغه الانجليزيه بتتكون من السبجكت اللي هو الفاعل، زائد الفيرب اللي هو الفعل، زائد الاوبجكت اللي هو المفعول. طيب نيجي لاول مكون معانا هو السبجكت. السبجكت بتاعنا ده ممكن يكون يا اما نون يعني اسم بقى، اسم ده ممكن يكون اسم حيوان، اسم شخص، اسم جماد، لايك مثلا احمد، محمد، بوك، دوج، اتسترا. ممكن يكون الاسم ممكن يكون اي حاجه من الحاجات دي. ناون او بروناون. طيب بروناون ده اللي هو الضمير. في الانجليش في الانجليزي احنا عندنا 7 بروناونز بنسميهم subject pronouns اللي هم ضمائر الفاعل، اللي هم ايه؟ اللي هم I you we they he she it. دول ال 7 ايه pronouns بتوعي، دول السبع ضمائر بتوعي. طيب نيجي تاني حاجه للفيرب. الفيرب بتاعنا ممكن يكون main verb يعني فعل اساسي لا غنى عنه في الجمله، ما ينفعش استغنى عنه في الجمله، هو اللي هيكمل لي معنى الجمله. زي مثلا ايه؟ eat ياكل، drink يشرب، play يلعب. ده بنسميه main verb يعني فعل اساسي. طيب النوع الثاني اللي هو helping verb like verb to be am is are was were. verb to have وhas وhad. verb to do اللي هو do وdoes ودid. نيجي بعد كده للاوبجكت اللي هو المفعول. الاوبجكت ده ممكن يجي في الجمله عادي وممكن ما يجيش. يعني مثال على اللي احنا قلنا ده، انا دلوقتي لو عايز اقول جمله بحب احمد اللغه الانجليزيه، هنبدا هنا بالسبجكت اللي هو الفاعل. الفاعل بتاعنا اللي هو احمد، والفيرب بتاعنا اللي هو يحب، يبقى نقول احمد likes English. احمد likes English. ده الترتيب الصحيح بتاع الجمله اللي احنا بدانا بيه، subject وبعدين الفيرب وبعدين الاوبجكت. another sentence جمله ثانيه، وهي مثلا عايز اقول يريد هو الشاي. لو احنا عايزين نترجمها للانجليزي هنبدا هنا بالسبجكت اللي هو البروناون هي، يبقى نقول he wants يريد tea. يبقى الجمله اصبحت ايه؟ he wants tea، هو يريد الشاي. طيب دلوقتي جه دورك انت. انا هديك دلوقتي جمله وانت هتوقف الفيديو وهتحاول ترتب الجمله دي. اقول لك مثلا ايه؟ loves his friends احمد. لو عايزين نرتب الجمله دي وقف الفيديو ورتب الجمله دي. طيب طبعا الترتيب الصحيح للجمله دي هيبقى احمد loves his friends، يعني احمد يحب اصدقائه. طيب لو عايزين دلوقتي نحول الجمله اللي احنا قلناها دي او الجمله اللي احنا خدناها دي لسؤال، هنعمل ايه؟ هنا بقى يا صديقي هيجي دور الهيلبنج فيربس اللي هي الافعال المساعده. كل اللي انا هعمله ان انا هبدا الجمله بتاعتي بالهيلبنج فيرب، الفعل المساعد. يبقى ترتيب السؤال بقى هيكون ازاي؟ هيكون هيلبنج فيرب بلس subject اللي هو الفاعل بلس ذا مين فيرب الفعل الاساسي. يبقى كده انا حولت الجمله لسؤال. جمله مثلا زي اللي احنا قلناها احمد لايكس انجلش، عايزين مثلا نسال عن الجمله دي، نسال مثلا بيس ونو، نقول نجيب الفعل المساعد في اول الجمله. يعني نقول ايه؟ does احمد لايك انجلش. does احمد لايك انجلش يعني هل احمد يحب اللغه الانجليزيه؟ فانت طبعا هتجاوب عليها بيس اور نو، تقول لي yes he does no he doesn't. طيب نيجي بعد كده للنفي. طب انا عايز احول الجمله بتاعتي دي، هي جمله مثبته عايز اخليها جمله منفيه، ننفي الفعل المساعد. يعني الجمله بتاعت احمد لايكس انجلش، لو انا عايز انفيها اقول احمد doesn't like English. احمد doesn't like English يعني احمد لا يحب اللغه الانجليزيه. ونيجي لسؤال الفيديو بتاعنا النهارده. تخيل معايا كده انت دلوقتي قاعد في مطعم وجي الويتر بيسالك انت عايز تاكل ايه، فيقول لك what do you want to eat. فانت هتجاوب عليه تقول له مثلا انا عايز اكل سمك. هتقولها ازاي؟ اتمنى تسيب لي الاجابه بتاعتك في الكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thanks for watching.